المفضوح محمد بن شمس السليمان الذي فضحه الله عز وجل بسبب أنه أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. لازم الناس تعرف حقيقة هذا الإنسان، نعرفه على حقيقته تماما. تفضلوا معانا كده، يلا بينا. كل هذه المصائب من داخل حسابات محمد شمس. تعال بقى هنشوف بعد شوية اللي أنا قصدي عليه، هنشوف بعد شوية اللي احنا قصدين عليه والفضائح الجنسية عشان نعرف حقيقة هذا الإنسان. خليك بس معايا، اقرأ واحدة واحدة وامشي معايا واحدة واحدة عشان تعرف حقيقة هذا الكذاب الأشر الذي يطعن في أهل العلم ويكفر أهل العلم ويفسق أهل العلم. هنا بقى اهو، هنا دلوقتي ظهرت إيه؟ ظهرت واحدة بيكلمها وبيبعت لها رسائل محمد شمس. شوف بيقول لها إيه؟ والعياذ بالله رب العالمين. أنت بقى يعني الكلام مترجم قدامك وكل حاجة، وأنت لو حابب تترجم أنت خد الكلام وترجمه. بيقول لها بتحب ريحة أقدام الرجال أو الأقدام المتسخة. شوف المعفن، شوف المعفن بيحب إيه. أنا كده عرفت هو ليه يا جماعة. لما راح إلى سوريا راح على المزبلة. عارفين راح ليه؟ عشان يوسخ رجله ويروح يشممها للنسوان. والعياذ بالله رب العالمين. شفت بقى، بيحب الأقدام المتسخة. لا ومش بس كده، اتفرج كمل كده، كمل واتفرج. شوف محمد شمس الذي يدعوك كما تظن أنت لعبادة الله وصفات ربي صفات ربي. ها أقول لك صفات ربنا. شوف هنا بيدعو لعبادة إيه عنده. مش أنا قلت لك قبل كده إن أنا هظهر لك إن هو بيدعو لعبادة إيه؟ بيدعو لعبادة إيه؟ زي ما أنت شفت، مش عايز أقول يعني بيدعو لعبادة فهمك كفاية. هقول لك إيه بس، ما أنت شايف كل حاجة قدامك أهو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا حدادية، أنتوا افتريتوا على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وقلتوا مش عارف بيقول أشياء جنسية ومش عارف إيه، ومحمد شمس هو اللي وصل لكم كل الكلام ده، وكفرتوا السيوطي وطعنتوا فيه بسبب هذه الأشياء. طب إيه رأيكم الآن في المجدد بتاعكم؟ المجدد بتاعكم الآن بيدعو لعبادة يلا يا حدادية ورونا نفسكم. هل تكفرون محمد شمس الذي يدعو لعبادة الله أقول إيه بس، أقول إيه والله العظيم حاجة تكسف يا أخي. رد أنت يا حسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يا جماعة لما يبقى إنسان بهذه الطريقة معفن وبقول لواحدة بيكلم واحدة إنك أنت بتحب الأقدام المتسخة، شوف الوساخة والله. ما عشان كده الشيخ وليد إسماعيل قال له كده، اسمع كده. أن هذا الإنسان ما هو إلا إنسان وسخ وسخ وسخ، بس كده، بس كده. ما هو إلا إنسان وسخ وسخ وسخ، بس كده. شفت الوساخة بتاعته بقى؟ شفت إزاي صدق الشيخ وليد إسماعيل لما وصفه بهذا الوصف بأنه هو إنسان وسخ؟ أهو ظهر قدامك أهو، أقدام متسخة ومش عارف إيه العفانة دي. وبعدين بيدعو لعبادة لا حول ولا قوة إلا بالله. فين عبادة الله يا ابني؟ يا ابني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش اعبدوا أنت كده بتدعو يا محمد شمس، بتدعو لعبادة غير الله، لعبادة فروج الرجال وفروج النساء. في ناس على فكرة يا جماعة دلوقتي يعبدون فروج النساء وفروج الرجال، محمد شمس منهم شكله كده. يدعو هذه المرأة لعبادة كذا كذا عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خد بالك وانت بتقرأ في معلومات الرسالة اللي بعتها لهذه المرأة أو الرسائل اللي بعتها للمرأة دي. لو خدت بالك من معلومات هذه الرسائل هتلاقيها شهر 12 2016، يعني كان مجدد. عشان بس العيال اللي بيجوا يقولوا لك أصله تاب إلى الله ورجع، لماذا تعيرونه وقد تاب؟ انتوا بتعيروه ليه؟ ده الراجل تاب. لا ارجع يا حبيبي وخلي بالك من الكلام ده كويس. في هذه الأشياء اللي هو أقدام متسخة وبيدعو فيها لعبادة كذا كذا والعياذ بالله من دون الله، كنا في 2016، يعني كان مجدد وكان بيطلع على اليوتيوب وبيقول لكم قال الله وقال الرسول والعالم الفلاني كذا والعالم الفلاني كذا ومش عارف ايه، وعامل نفسه بقى منصب نفسه هو الذي يصحح للأمة الأخطاء. احنا يا اخويا دورنا وقلبنا الدنيا، لا لقينا ماجستير ولا لقينا ماجستار ولا لقينا على رأي الشيخ احنا لقينا ماجستور لقينا طور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا لقينا ماجستير ولا حاجة. دورنا يمين شمال، فين يا ابني الماجستير؟ طيب حطه على جهازك اي حاجة، ما لقيناش اي حاجة. لقينا ايه يا معلم؟ بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لقينا اللي جاي ده. اتفرج كده يا باشا، امسك نفسك اتفرج، شوف لقينا ايه. على فكرة المتبرجة اللي جنبه دي احنا يعني مغبشين صورتها شوية عشان بس يعني ايه، مصيبة والله يا جماعة، مصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف محمد شمس قاعد اهوت بالقلم، هو ده بقى الماجستير الحقيقي. هو كان بياخد ماجستير في المواضيع دي ولا ايه؟ الله المستعان. لكن ماجستير في الحديث ما لقناش.
شوف، وبينه وبينها قلب وبتاع. انا عايزك تقرا الكلام اللي مكتوب على الصوره، انا ما اقدرش اقوله لك بصراحه. عايزك تاخد الكلام ده كده وتترجمه وتقراه وتشوف محمد شمس، ولا حول ولا قوه الا بالله، محمد شمس سليمان ايه الحقيقه بتاعته. شايف الصوره؟ شايف؟ اتفرج 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 على المجدد، اتفرجوا يا حداديه، وتطعنوا في السيوطي وتقولوا اشياء جنسيه ومش عارف ايه. اتفرجوا اتفرجوا، عايزكم تكفروه الليله. الليله هشوف كل قنوات الحداديه بتكفر محمد شمس. ولا انتوا بقى هتكيلوا بمكيالين قد منك له يا هلا؟ هتكيلوا بمكيالين ولا ايه؟ كفروه. محمد شمس ابلغ على قناتي في الفيديو الخاص بالفضيحه الاولى والفيديو الخاص بالفضيحه الثانيه. الفضيحه الاولى اللي هي الشيشه والحشيشه والمصايب اللي طلعناها له، والفضيحه الثانيه اللي هي الموسيقى والعود. بلغ على الفيديوهين اللي هو ابلاغ الخصوصيه، واعلموا الناس بحقيقه هذا الكذاب الاشر الذي يطعن في اهل العلم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، محمد شمس الان اثبت كل ما قلناه وما سنقوله، واللي لسه جاي يا محمد يا شمس اكثر مما رايت. طيب يا جماعه، تعالوا بقى نوريكم صوره عشان تعرفوا بس ان الحاجات اللي بننشرها لمحمد شمس سليمان والعناوين والكلام ده كلها حقيقه. تعالى كده شوف كده، هذه الصوره لمحمد شمس وهو بيستلم بضائع. اتفضل، دي صوره محمد شمس واقف عند العربيه اهوت في العنوان اللي احنا ذكرناه والحاجات هذه، بيستلم بضائع من شركه الشحن. ايه رايك؟ ده انا بس بديلك كده يا محمد يا شمس بعض الاشياء وبعض اهو محمد شمس متصور وبيستلم بضائع والكلام ده، عشان بس نعرف ان الكلام ده كله اللي احنا بنجيبه لا احنا بنفتري عليه ولا شيء من هذا القبيل. شفتوا يا جماعه؟ هل رايتم؟ تاب. هو ايوه هيتوب، بس على ايدينا نحن، من كتر الاقلام اللي بنديها له على وشه وعلى قفاه هيتوب، بس على ايدينا نحن ان شاء الله رب العالمين هنتوبه. اتفضل هذه الهديه. هو جاب الحال، يعني الواحد احيانا ياكل له كف ياكل له كفين خلاص يتوب. اضرب كمان عايز اتوب. اضرب كمان عايز اتوب. هنتوبك ان شاء الله يا محمد يا شمس، ان شاء الله هنتوبك. وبعدين بعض التعليقات اللي بتقول ان الحاجات دي احنا بنجيبها عشان احنا هكرناها، والله يا جماعه انا ما هكرت حد ولم امر بتهكير اي احد بفضل الله رب العالمين. ولو عرفت ازاي ربنا سبحانه وتعالى فضح محمد شمس، والله ستعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اراد هذا. لا حد هكره مننا ولا اي حاجه، انما الموضوع هو اراده الله سبحانه وتعالى.